اللي انا عايز اقوله القضاء قضاء، والفكره ان انا عندي 3 سلطات في الدوله القانونيه: سلطه تشريعيه، سلطه قضائيه، سلطه تنفيذيه. كل سلطه فيهم قيمه وقامه تقف على قدم وساق في مواجهه السلطه الاخرى. وبالتالي في مجال التنافس السياسي يكون ملعب التنافس هو السلطه التشريعيه، وان انا الاحزاب بتتنافس، يا حبذا ان انا اخد اغلبيه فتيجي مني اعضاء البرلمان فشكل الوزاره، يا حبذا لو جاء مني الرئيس. لكن خارج هذا الملعب تماما وخارج هذا المجال السلطه القضائيه ليست مجالا للتنافس السياسي ولا للصراع السياسي. كذلك القوات المسلحه، كذلك قوى الامن الداخلي، كذلك الاعلام. هناك مؤسسات في الدولة هي ملك للوطن وليست ملك لنظام داخل الوطن. وبالتالي إن جاء نظام ليفرض أيديولوجية النظام على ما لا يفرض عليه من مؤسسات غير قابلة للفرض لأنها خارج نطاق المنافسة، هنا يوجد ما يتراءى للبعض أن هناك محاولة تسييس. طب ليه ما بنقولش ان محاولة التسييس ان ما فيه القضاء الان هو تأبي ان يخضع للتسييس؟ يشاع ان هناك اخوانة للقضاء بين الناس، والناس ترى ان في محاولة للاخوانة في قوات الامن، وان هناك محاولة لاخوانة القوات المسلحة، وان حالة التأبي هي التي تحدث هذا الصراع وهذا التمزق في الدولة بين مؤسسات خارج مسار التسييس والخضوع لايديولوجيه ما. طب هل المفروض عشان اكون وانا ما بتكلمش على الاخوان بالذات، لا دي نقطه عندي. لو جاني فصيل بكره يا سادة طيب او ناصري، توضيح للناس، هل عشان اثبت للناس ان انا مش مع المستشار كمال الاسلامبولي يبقى لازم اخبط فيه على طول الخط؟ يعني ما هو ده بقى المهم قوي في الكلام. اتفضل. المهم في الكلام انه اسف معلش لا مش حاجه في التليفون. انه المؤسسات دي اي حكم بيصدر منها بيتاخد على انه رفض للسلطه، محاوله مناوئه للسلطه الحاكمه. والامر بخلاف هذا تماما. القاضي حين يحكم ليس امامه سوى اشكاليه قانونيه يطبق عليها نص القانون. افترض النهارده لو لم يجد رئيس الجمهوريه دكتور محمد مرسي مستشار سوي يشور عليه بعز النائب العام بالطريقه اللي تمت، كان هيبقى انا عندي المشكله الكبيره دي؟ انا مش كانش هيبقى عندي المشكله الكبيره دي. مشكله كبيره بتدور في محورين عشان نخش على سؤال سيادتك بقى الثاني بما يخص الحكم. محور اول هو بغض النظر عن الاشخاص من يشغل هذا المنصب، سواء الدكتور عبد المجيد محمود او المستشار طلعت عبد الله، وكلاهما لشخصه كل التوقير والاحترام. وانما اتحدث على منصب النائب العام مع البديهيه ان حصانه القاضي ليست للقاضي وانما هي حصانه للمتقاضي، حتى لا يكون القاضي عرضه للعصف به فتكون حقوق الناس عرضة لأن يحكموا بين الناس بما يهوى الحاكم. وبالتالي أنا عندي النهاردة منصب نائب عام لا يشغله إلا شخص واحد، وجميع جهاز النيابة عشان يعني سعادتك تبقى معايا في التصور، حين يبشر وكيل النيابة عمله أو رئيس النيابة أو المستشار في النيابة، هو يبشره باسم النائب العام كممثل في الدائرة، هو اسمه وكيل النائب العام. النيابة أمين على الدعوة العمومية، على رأس هذا النائب العام. ولذلك في قاعدة أنه لا يجوز عزل النائب العام. رئيس الجمهورية عينه وفق إجراءات مجلس القضاء الأعلى، بيختار أو يرشح، مثلا بيديله 3، كانت دي قاعدة ماشية، يختار منهم رئيس الجمهورية، بيصدر قرار تعيين، بس عينه ما يقدرش يعزله. ده مش هو بس، وأي مساعد نيابة من تحت لحد فوق ما يقدرش يعزله ولا اي قاضي. فاذا ما انا بتكلم على النيابه اللي هي فيها الاشكاليه. طبعا ما يصدق على النيابه بيصدق على القضاء وجميع الهيئات القضائيه. نعم. لما انا اجي اقيل النائب العام، هل هو اقاله يا فندم؟
لما اجي هو عزلوا اما اجي امسك هنعرف يا دكتور احمد دلوقتي. الاعلان الدستوري هو تم عزله اللي طبعاً. صدر في 22 نوفمبر ايوه في الماده الثانيه ايوه يا فندم. بيقول ايه؟ لا، في الماده الثالثه يعين النائب العام من بين اعضاء السلطه القضائيه بقرار، ما كانش لسه فيه الدستور ده، هو اخذ عن هذه القاعده المبدا الدستوري الحالي، بس الدستور مختلف عن الاعلان الدستوري تمام. بقرار من رئيس الجمهوريه لمده 4 سنوات تبدا من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامه لتولي القضاء، والا يقل سنه عن 40 سنه بلديه، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي باثر رجعي. طيب 22 نوفمبر ده كان المستشار طلعت اتعين؟ ما كانش لسه اتعين. تمام؟ يبقى الحالي في الوقت ده مين؟ عبد المجيد. طيب باثر فوري تعني ايه؟ من اللحظه دي؟ ايوه. طب يبقى مش باثر رجعي. انا لافت نظري كلمه باثر فوري. ما هو انا عندي الاثر للتشريع اما فوري واما رجعي، ومن المحرمات التشريعيه ان يكون التشريع باثر رجعي. نعم. ده من المحرمات التشريعيه في سياسه التشريع. نعم. لانه انا لما بطلع قانون النهارده هعمل وفقه بعد العلم بيه، ما تجيش تفاجئني بحالات موجوده فينسحب عليها اثر التشريع باثر رجعي. جميل. المحورين بقى، انا عندي محور نائب عام بيشغل، وانا اعتبرت انه يقال عملتها باثر رجعي، فعينت واحد اعتبرت بهذا ان هو المنصب شاغر. نعم. فعينت اخر. نعم. وعينت الاخر بدون المتبع انه لم يكن من خلال مجلس القضاء الاعلى. وبسرعه عشان زملائي، فاصبح النهارده انا عندي محورين، محور يخص من كان يشغل المنصب، ومحور يخص من جاء ليزاحمه، والمنصب لا يحتمل الا واحد، ما عندناش 2 نواب عموم. ولذلك اشكاليه الدعوه كانت في بطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله لانه التعيين يعني ازاحه واقاله وعزل، لانه هو منصب نعم مكان واحد. نعم. واخد بال حضرتك؟ طيب برجع لك دكتور احمد، يعني عايزين توضيح في ده، لان بعض الناس قالت انه ده اعلان دستوري من اكبر راس في البلد، وده من اعمال السياده، وحد بيقول يا جماعه عمرنا ما شفنا تدخل محكمه الاستئناف في اعمال السياده وتصدر حكم يعني تضرب به اعمال السياده. والله انا شايف زي ما سعاده المستشار كان بيقول ان القضاء المصري ظلم بعد الثوره حقيقي، وفي بعض الاحوال هو ظلم نفسه. يعني القضاء المصري في اوقات كتير جدا هو ظلم نفسه بان هو اقحم نفسه في امور سياسيه كان يجب عليه الا يقحم نفسه فيها. فانا شايف ان هو اقحم ساعتك يعني. اقحم في اوقات غصب عنه واقحم نفسه في اوقات حقيقه يعني. يعني انا شايف ان احنا لازم نفرق ما بين سلطه التشريع وسلطه تطبيق التشريع. سلطه التشريع ليست للقاضي، القاضي ليس مشرعا، القاضي مطبق للأحكام، مفسر ليها، يطبقها كما ارتآها المشرع. يعني القاضي يجب عليه أن يستقرئ إرادة المشرع، يعني يشوف المشرع كان عايز ايه وهو بيحط النص. حتى في احوال كتيره جدا القاضي يرجع الى الاعمال التحضيريه للقوانين حتى يستقرئ هذه الاراده. يعني القاضي دوره في التطبيق حتى يكون دورا صحيحا ان يستقرئ اراده المشرع ويعرف حقيقتها حتى يطبقها بشكل سليم. انا شايف هنا ان القضاء في اوقات كتير جدا السلطه القضائيه، يعني انا شايف برضه لازلت حتى لا اتهم بمهاجمه السلطه القضائيه، لا انا متعاطف جدا مع السلطه القضائيه، وشايف ان السلطه القضائيه ظلمت ظلما شديدا بعد الثوره، لكن يجب عليها ان تفرق بين كونها سلطه مطبقه للتشريع وبين كونها مشرعه. انا شايف ان في اوقات كتيره جدا ظلمت دي معلش، يعني ما بعض الناس بتقول لحضرتك كلمه دكتور احمد وترد عليها فيها. هذه السلطه القضائيه هي اللي كانت موجوده في 2010 في اكبر عمليه تزوير حصلت في السماء والارض، يعني في الكواكب والنجوم ما حصلش عمليه تزوير في انتخابات 2010 زي اللي حصلت في مصر. كنت بتشوف ده ازاي؟ يعني ظلمت ازاي؟ انا كنت شايف ان السلطه القضائيه، يعني انا شايف ان القضاه الشرفاء في 2005
هم اللي صنعوا الثوره دي. يعني مقدمات ثوره يناير صنعت في 2005 عند وقوف القضاه الشرفاء ضد تزوير الانتخابات البرلمانيه. نعم. فيعني مش عايزين نتناسى الموقف ده. كويس. لا، القضاء لا زال شريفا، ولا زال هناك رجال قضاء شرفاء طبعا بلا شك، أكيد. او غالبيتهم العظمى طبعا بلا شك. يعني. لكن انا شايف برضو ان دلوقتي لا، في تسييس انا يعني خلينا نتكلم واقع. انا يعني عشان بس ايه، يعني الواقع هو اللي بيفرض نفسه والناس بتفهم الواقع اللي بنشوفه في انتخابات نادي القضاء واجتماعاتهم ومؤتمراتهم وجمعياتهم العموميه، يعني بلا شك كلام المستشار كانت بتوحي ان في حاجه تسييس، بلا شك في تسييس. بس القاضي بشر يتاثر بالظروف اللي احنا موجودين فيها. يعني القاضي موجود في المجتمع زينا، بيسمع وبيشوف. فيعني اذا قلنا ان القاضي غير مسيس يبقى احنا برضه بنظلمه، بنقول ان هو نازل من القضاء. هو بشر بيسمع ويتاثر بالظروف السياسيه، بالاحداث بس هي النقطه الرئيسيه هنا ان القاضي لازم يستقر اراده المشرع. القاضي مطبق وليس مشرع. لا، هنا انا شايف ان في الحكم بتاع محكمه الاستئناف هنا المحكمه لم تستقر على الاطلاق ولم تحترم. يعني انا شايف ان استقلال القضاء لازم يكون راجع لفكره المشروعيه، يعني احترام النص القانوني اللي انت بتطبقه. انت هنا ما احترمتش اراده المشرع. انا شايف ان الحكم المحكمه هنا لم يحترم اراده المشرع، لان الحيثيات نزلت النهارده على بوابه الاهرام من شويه، والقاضي نزع عن الاعلام الدستوري كل قيمه قانونيه. اعتبروا ان هو مش اعلام دستوري. قال ان هو لا يتمتع بالقيمه الدستوريه، نمره واحد. نمره اثنين، قال ان وده طبعا هيؤثر على كل الاعلامات الدستوريه الصادره في الفتره الانتقاليه. مثلا انت لو نزعت عن الاعلام الدستوري ده قيمته الدستوريه، معنى كده ان احنا ننزع عن الاعلامات الدستوريه اللي عملها المجلس العسكري قيمتها الدستوريه. يعني قال ان الاعلام الدستوري ده لم يتم الاستفتاء عليه، وبالتالي لا يحمل القيمه الدستوريه. يعني نزع عنه كل القيمه الدستوريه. المجلس العسكري لما عمل كده ما كانش برضه تم الاستفتاء ولم يتحدث احد. ما هو هنا بقى التسييس. طب لما المجلس العسكري يعني طلع الاعلام الدستوري وجدنا اعتراضا من قاضي واحد على الاعلان الدستوري للمجلس العسكري او الضبطيه اللي عملها المجلس العسكري. هنا التسييس، هنا التسييس. طيب اقف مع سعاده المستشار يعني احمد ابو عايد. اقف مع حضرتك يا فندم. احنا بس هقول جمله عشان ده سؤال مهم. اتفضل. مساله ان انت مثلا اكون قريبك واجي فجاه اقف قدامك في الدايره فبتعمل حاجه انتوا عندكم في القضاء اسمها بالتنحي للشعور بالحرج. استشعار حرج. المستشار عبد المجيد محمود كان راجل جوه محكمه الاستئناف. فازاي محكمه الاستئناف هي اللي تنظر في حكم عودته من عدمها؟ لا سعادتك، اولا يعني فيما يتعلق بهذه النقطه، فمحكمه الاستئناف سعادتك تعلم انها مكونه من اكثر من 100 دائره. وبالتالي كل دائره مستقله عن الاخرى ولا يعلم بعض منهم حتى اشكال الاخرين. بس المستشار عبد المجيد محمود عالم يعني. لا ايا كان هو معروف عالم للجميع حتى اي دائره يعني. والنهارده ما هو رئيس الدوله بيبقى مختصم، الوزير الفلاني بيبقى مختصم. جميل. يعني هذا الامر طبعا لا تاثير له. الشبهه دي مش موجوده اطلاقا، لانه ده القضاء يعني القانون هو الذي اناط بدائره طلبات رجال القضاء بمحكمه استئناف القاهره النظر فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر ضد القضاة. نيجي لكلام سياده الدكتور فيما يتعلق بالقاضي انه يراقب القوانين ولا يشرع. نعم. حقا القاضي لا يشرع وهو ليس مشرع، ولكن يراقب القوانين بعين بصيره فاحصه ولا ينظر اليها. يعني طب احنا نجيب كمبيوتر ونحط له الاحكام، نحط فيه المواد ونقول له احكم المعادله الحسابيه. نعم. ولكن القاضي يعمل ضميره ويعمل يعني المكونات التي امامه وعقيدته وقناعاته والورق اللي قدامه وذلك، وبالتالي هو يطوع النص بالشكل الذي يناسب المرحله ويناسب. بس يعني ساعات ما بيحسش بكراهيه كده مثلا. لا اطلاقا. يعني يقول لو شعر ذلك لا والله اقول لك الجمله دي، بس لا انا مش بتهم ده، انا بسالك عشان الناس. لا يعني ساعات واقع كده يقول لك ايه اخوان ولا دي ده لازم نسيب. لا اطلاقا. الاخوان جزء احنا الذي يعني مين الذي اخرج الاخوان معظمهم من السجون؟ مين الذي وقف الاخوان في انتخابات 2005؟ احنا كنا بنطلع، كانت الدوله تحاصر مقرات اللجان وكانوا قضاة يخرجوا يتعرضوا للضرب والإساءة من أجل أن وفي قضاة سحلت وفي قضاة تعرضوا لأكثر من ذلك من أجل أن يفتحوا المجال للناخبين ليؤدوا بدورهم ويراقبوا العملية الانتخابية. سعادتك انتخابات 2000 و2005 التي أشرف عليها قضاء كامل، في 2010 بالمناسبة لم يكن هناك إشراف قضائي كامل، والنظام السابق الذي يعني تم خلعه وإزاحته كان عجز عن تطويع القضاة وعجز عن يعني أن يستطيع أن يؤثر في القضاة، وبالتالي ألغى عدل الدستور بما يمنع الإشراف القضائي الكامل الذي كان هناك قاضي على كل صندوق في عام 2000 و2005. ونتج عن ذلك أن أعضاء الحزب الوطني أو مرشحي الحزب الوطني في انتخابات 2005 و2000 لم يتجاوزوا 37% ناجحين من الأعضاء الذين كانوا يحملون شارة الحزب الوطني وينزلون باسمه في الانتخابات. نعم. بينما الإخوان المسلمين سعادتك التي كانت آنذاك جماعة محظورة وكانت تهاجم وتعمل الدولة كل آلتها من أجل عدم أن يصل أحد منهم للسلطة،
نجح منهم اكثر من 50% او 60% من مرشحينهم. لانه ساعات الاخوان المسلمين نزلوا على 150 مقعد، فازوا في اكثر من 88 مقعد. نعم. على هذه المرحله. ساعات المستشار يعني فيما يتعلق بالاعلان الدستوري طبعا والحكم الذي صدر. الاعلان الدستوري طبعا هو الدستور هو ابو القوانين، وبالتالي يجب القوانين كلها ان تخضع للدستور. ولكن الاعلان الدستوري هناك خلاف عمن يملك، او هو هناك يعني قاعده ثابته من يملك اصدار الاعلان الدستوري. الدساتير لا تصنعها الا الشعوب بناء على جمعيه تاسيسيه سواء منتخبه او معينه او مشكله ايا كان، كما حدث قبل ذلك في مصر وفي معظم الدول، ثم يطرح هذا الدستور على استفتاء شعبي، فاذا وافق عليه اصبح دستورا ووجب اعمال مقتضى موده. ولكن هناك احوال تحدث مثل الثورات، تسقط الشرعيه الدستوريه وتقوم هناك بدلا منها شرعيه تأثيريه، شرعيه ثوريه. نعم. الشرعيه الثوريه في هذه الحال تملك ان تصدر اعلانات دستوريه زي ايام الرئيس جمال عبد الناصر، زي الرئيس جمال عبد الناصر، زي ما حدث بالنسبه للمجلس العسكري بعد ما ازيح حسني مبارك سعادتك الرئيس المخلوع وتم ازاحه الاطاحه به، تم الشعب قبل ان يتولى المجلس العسكري وايد ذلك وفرح به في سبيل ازاحه الطاغوت. وتولى المجلس العسكري انذاك الحكم، واصبح من حقه كسلطه تاسيسيه، اصبح يملك السلطه التاسيسيه، وبالتالي من حقه اصدار اعلانات الدستوريه وكما هو متفق امرا يعني واحدا. ولكن فيما يتعلق بالاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري، الكثير يرون ان هذا حقه، او الغالبيه العظمى ترى مع مرسي المنتخب لا رئيس الدوله انتخب بناء على اعلان دستوري، مع الاحترام للدكتور مرسي ونحن نجد له ونحترمه وبغض النظر عن اي امور، وهو راجل انا اعتقد انه رجل وطني ومخلص بغض النظر عن اتفاقنا مع سياساته او في بعض الاراء، وجل من لا يخطئ يعني. وفي اراء وفي امور نتفق معه وفي كثير من الامور نختلف معه فيها. ولكن الرئيس انتوا شايفين ان الدكتور محمد مرسي هو سبب الازمه، انه تعدى عليكم من وجهه نظركم؟ لا مش تعدى عليه، هو الدكتور محمد مرسي او غيره. اللي حدث ان هناك كان عدوان صارخ على القضاء بالاعلان الدستوري الذي صدر في 21 نوفمبر. طب هذا انت ما كنتش بتشوف انه وجهه نظر رئيس الجمهوريه لا حرصا على القرارات الثوريه، من انه شايف شغل انه هقول جمله يا فندم انه فجاه يعني ننفق قد كده مليارات ونعمل مجلس شعب 30 مليون يا سيدي ما نسأل عن ذلك، وفجأة نقول لهم مجلس الشعب محكمة الدستورية باطل مع السلامة. يا سيدي ما نسأل عن ذلك، يسأل عن ذلك الذين وضعوا القانون وأصروا أن يوضع فيه المواد التي تبطله. طب ما احنا ساعات المستشار كنا بنتكلم برضو على بعض الدول لما حصل فيها ازاحة مجلس للبرلمان يعني هو حتى في ألمانيا فجأة قالوا الدنيا هتبوظ كمل. لا في حتى لو في عور في ألمانيا يعني قراءة، سمعت قراءة وحتى يعني احنا قرأناها يا فندم ودي موجودة. أنا سمعت قراءة لهذا الحكم من أحد الناس المتخصصين، أنا ما قرأتوش صراحة الحكم بتاع ألمانيا، ولكن سمعت هو الحكم لم يعني حينما نظر فيه لم يجد أن هناك مخالفة دستورية يعني تجيز الحل أو تستوجب الحل، ولكنه رأى أن هناك بعض المخالفات فأوصى أن تعدل في التشريع الجديد. ولكن لم يرى أن هذا الحكم غير دستوري. ولكن يسأل عن إهدار الأموال سعادتك، من أصر سواء مجموعة الأحزاب التي جلست مع المجلس العسكري وأصرت على أن الأحزاب تنافس الفرديين في المقاعد الفردية، وهذا الحكم سعادتك بتاع مجلس الشعب ليس أول مرة وليس بدعة سواء في مصر أو غيرها. الحكم صدر مثله سنة 84 سنة 87 سعادتك في البرلمان بتاع 84 وسنة 90 وبنفس الحيثيات وبنفس الظروف، ولكن أصر الذين وضعوا التشريع الذي قضي بعدم دستوريته على مخالفة الدستور أو مخالفة القواعد الدستورية العامة. سعادة المستشار كمال، عندي سؤال بس هبص على تقرير ونرجع نجاوب على السؤال. هل يتعارض الحكم مع المادة 236 دي بتنص على انه تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 من فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، وهو ما يعني أن آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر بعزل عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله وهو أمر بات لا يتغير. عايز حضرتك الحكم ده يتعارض مع نص المادة دي؟ أسمع إجابتك بس بعد نشوف تقرير. طب جهزوا التقرير يا جماعة ونحطه معانا كده على الشاشة ونسمع. اتفضل يا فندم. يسقط النائب العام. انت طلعت كلام في كلام. هتافات عديدة لطالما ملأت سماء مصر قبل وبعد الثورة. إقالة النائب العام ظل بلا شك مطلبا ثوريا طالبت به الجماهير قبل وبعد ثورة يناير، واستجابة لذلك المطلب قام السيد الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفا عنه، ومن حينها انقلب المنادون بهذا المطلب إلى شوكة من المعارضين ضد ما كان بالأمس القريب مطلبا لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن مطالب الثورة،
ثم جاء قرار محكمة الاستئناف ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله ليثير جدلا لا ينتهي في الشارع المصري وبين فقهاء الدستور والقانون أيضا عما إذا كان القرار يقضي بعودة النائب السابق عبد المجيد محمود أم لا. صدر حكم من محكمة استئناف القاهرة دايرة رجال القضاء بيقضي ببطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما ورفض ما عدم ذلك من طلبات. الحقيقة وفقا لقانون السلطة القضائية منازعات رجال القضاء بتنظر على درجتين أمام محكمة استئناف القاهرة وأمام محكمة النقد، والحكم الصادر من محكمة الاستئناف عندما يطعن فيه أمام محكمة النقد فإنه يوقف تنفيذه تلقائيا، وهذا ما جرى عليه العمل فيما يتعلق بمنازعات رجال القضاء. إذن هذا الحكم حكم غير نهائي ويطعن فيه أمام النقد ويوقف تنفيذه. الحقيقة ان الحكم ده جه بالمخالفة على يعني الصريحة للمادة 119 من قانون السلطة القضائية اللي بتنص في الفقرة الأولى منها على ان رئيس الجمهورية بيعين النائب العام من بين نواب رئيس النقض وبين نواب رؤساء الاستئناف والنواب العام المساعدين على الأقل كما جاء بنص الفقرة الأولى، وبالتالي وقد اختار عين رئيس الجمهورية المستشار طلعت من بين نواب النقد، ولم تشترط أي شرط آخر في الوقت اللي تعين فيه المستشار طلعت إبراهيم قبل صدور دستور 2012. بعد صدور الدستور الحقيقة في مجموعة من أو مادتين، مادة 173 والمادة 227. المادة 173 من الدستور بتقول إن النائب العام بيختاروا المجلس الأعلى للقضاء ويعينوا رئيس الجمهورية. يعني المجلس الأعلى للقضاء بيختار واحد ومن القضاة ورئيس الجمهورية هو اللي بيعينه، لكن هو ملزم بأن يعين من يختار المجلس الأعلى للقضاء. المادة دي بتقول أيضا أن مدة النائب العام 4 سنين طوال حياته الوظيفية كقاضي، بمعنى أنه بيقعد مدة واحدة 4 سنين وبعد كده يرجع القضاء ولا يجوز إعادة تعيينه مرة أخرى نائبا عام. المادة 227 بتقول أن أي موظف اتحدد له مدة معينة بتتحسب من تاريخ شغله للمنصب، ومن ضمن هؤلاء النائب العام اللي اتحددت له 4 سنين، وكان المستشار عبد المجيد قعد 6 سنين، فبالتالي هو لا يجوز له أن يعود نائبا عاما على الإطلاق بحكم الدستور. الحقيقة في المادة 236 أيضا اللي هي آخر مادة في الدستور بتقول إن كل الإعلانات الدستورية كده بصيغة الإطلاق الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من رئيس الجمهورية اعتبارا من 11 فبراير 2011 حتى تاريخ إقرار هذا الدستور تلغى مع بقاء أثرها، ومن ضمن أثرها الحقيقة مسألة انتهاء خدمة أو منصب أو وظيفة أو تقلد النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، بحكم ان في اعلان دستوري صدر بيقول برضه نفس النص الدستوري ان مدة النائب العام 4 سنين، وده اللي جعل منصب النائب العام شاغرا، وقام رئيس الجمهورية باستخدام حقه اللي منصوص عليه في المادة 119 من قانون السلطة القضائية وعين النائب العام الحالي. ده بالضبط الوضع القانوني لما حدث. من المحكمة قالت ليه المحكمة ألغت؟ الحقيقة حتى الآن لم نقرأ حيثيات الحكم، لأن الحكم ما شفناش بحيثياته، احنا نعلم المنطوق فقط. ما اعرفش هم المحكمة استندت ليه. على أي حال أعتقد أن محكمة النقد والطعن أمام محكمة النقد سيصحح هذا الخطأ القانوني. اولا بالنسبه للحكم اللي صدر من يومين تقريبا بخصوص من دائره رجال طلبات القضاء، اولا احنا لسه لحد اللحظه ما وصلناش حيثيات الحكم ده، ما طلعناش عليه، ما شفناش حتى المنطوق بتاعه، لكن مما يعني يتردد ان صدر في المنطوق انه حكم بطلان تعيين سياده النائب العام. احنا بننفي لا صحه لاي حد يقول ان احنا علقنا على الحكم ده من قريب او من بعيد. لا ينبغي يا فندم ان النيابه العامه تعلق على الحكم، احنا اللي بندعو الناس لعدم تلاعب احكام القضاء، فاكيد ان احنا ما علقناش.
الناس اللي نسبت حتى لي انا شخصيا ان انا علقت وقلت انه شيء اعلامي، يا فندم ده لا ينبغي ابدا ان يصدر كلام بهذا الشكل من مؤسسه منضبطه زي النيابه العامه. ده لم يصدر، نحن نعرض بالكليه لاحكام القضاء. اما الاشكاليه الخاصه بالتنفيذ ده يمكن حاجه مش متعلقه بالحكم، ده حاجه متعلقه بالقانون، لان الثار حواليها لغط دلوقتي، وهي انا مش شايف ان فيها اي لغط لاي حد، يعني اكيد مطلع على القانون. الحكم اللي صادر من دائره طلبات رجال القضاء هو بنص القانون السلطه القضائيه بعد تعديله في عام 2006، اصبح يجوز الطعن عليه في خلال 60 يوم امام الدائره المختصه بمحكمه النقض. وبذلك أصبح الحكم اللي بيصدر من دائرة طلبات رجال القضاء وإن كان صادرا من دائرة استئنافية بصفتها من دوائر استئناف القاهرة، إلا أنه بمثابة حكم أول درجة، ويكون الطعن المقدم أمام محكمة النقض والدائرة اللي هتنظر هي محكمة ثاني درجة. يبقى فبالأكيد أن لا يمكن تنفيذ ذلك الحكم بصفته حكم أول درجة إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه اللي هي 60 يوم، أو بالطعن عليه والفصل في ذلك الطعن. فاي حد بيتكلم انه واجب النفاذ ده ابدا، ده ملوش طبعا خالص اي صدى من القانون. ده كان حوار مع المتحدث باسم النيابه المستشار مصطفى ديودار. برجع لحضرتك سعاده المستشار كمال، الحكم هل يتعارض مع الماده 236؟ ورأي حضرتك في تعليق على الكلام اللي اتقال من الدكتور جمال جبريل او المستشار مصطفى ديودار. في بقى نقاط كثيره كده اتفضل في الحوار. بالنسبه لتزوير انتخابات 2010 القضاء دخله بيها ايه؟ هو القضاء اشرف على انتخابات 2010؟ لم يشرف على انتخابات 2010. وبالتالي فعمليه التزوير الفج السافر الذي كان القشه التي قسمت ظهر البعير وسبب اشعال ثوره 25 يناير هي انتخابات 2010. 2005 لما أشرف القضاء على الانتخابات وكان على كل صندوق قاضي جماعة الإخوان أخذت 88 مقر في المرحلة الأولى بس. تمام؟ هم خدوا أكثر من 50% في كل يعني من عدد مرشحينهم. هتقول لي حضرتك بدأ في هلع وفزع لدى السلطة من إن الإخوان قادمون، فبدأ يعمل في المرحلة الثانية والثالثة ضغوط. هقول لسيادتك كان بيقف لواءات بره ويحطوا متاريس وهم عارفين مين اللي هيدي النظام ومين اللي هيدي، ومع ذلك نجح كثير من والقاضي قاعد في لجنته اللي بيجي له هو بيشرف على، ومع ذلك نجح كثير من الاخوان برضه في هذه المرحله. بس حضرتك في حصل واذكر برضه وهو في يعني بين يدي الله المستشار محمود بيه ابو الليل، وده كان صديقي وحبيبي ويعني كان محافظ الجيزه ويعني من انظف الناس. فمستشار محمود بيه ابو الليل وكان صديق يعني الله يرحمه ويحسن اليه. امين. قال لي انا استشعرت في الثالثه ما لا يجعل ضميري يطمئن فما رضيتش اعلنها. انا اعلنت الاولى والثانيه، ما رضيتش اعلن المرحله الثالثه. المستشار محمود بيه ابو الليل. وقانون استقلال السلطه القضائيه اللي قدمه سبب ان هو استقال انه رفض ضغوط جمال مبارك حسب ما اصر لي المستشار محمود بيه ابو الليل رحمه الله عليه انه يسحب القانون ورفض. فدي وقفات رجال القضاء. طيب الحكم اجي بقى معلش كلام المستشار الزند. في اولا انا سمعت كلمه التسييس. يعني هل المقصود بالتسييس انا افهمها انه الخضوع للحكام السياسيين في رغباتهم، ولا لا تقصدوا السياسه العمل السياسي؟ احنا بنقصد انه دخلوا في العمل السياسي بدليل يا فندم ان في صفحات ما يقوم به المستشار احمد الزند ليس عملا سياسيا. مستشار احمد الزند يدافع عن تغول السلطه التنفيذيه التي تجرح وتهدر وتنال من استقلال القضاء والقضاء، وبالتالي هو الذي اصطفي من زملائه برغبات زملائه أن يمثلهم في نادي القضاء هو منوط به الدفاع. القضاء ملوش نقابة زي المحامين زي المهندسين يدافع عن المهنة أو العمل. هو نادي القضاء هو الممثل. نادي القضاء بيدافع عن استقلال القضاء وكل ما من شأنه أن يمس بالعمل القضائي أو يمس بالقضاء. فهذا شأن فني تماما، لكن هو ما جاش يتدخل في أي حاجة تخص السياسة
خارجه عن يعني اطار هل هو القضاء. الطبيعي كان يطلع برضه يا بنت في بعض التصريحات يقول انا بمهل رئيس الجمهوريه 36 ساعه؟ فيما يخص ايه؟ لما كان بيتكلم رئيس الجمهوريه هديله 36 فيما ساعه يخص عشان إيه؟ يعمل أنا كذا او أنا ما مش عايز يعملش أمسك كذا. 36 ما هو ساعه 36 ساعة. فيما يخص ايه؟ انا حتى هفترض فيما إن يخص ايه؟ سكين على رقبه القضاء. طيب ده يعني انت رايك انت شايف ان ده طبيعي؟ سعادتك انا على فكره انا دائما يعني اعلنها. الموالاه على طول الخط نفاق وقد يضر ويقتل، والمعارضه على طول الخط والمعارضه حاجة على بايخة. طول الخط بغض وتضر وتقتل. نعم. وما بين المنطقتين منطقه وسطى اسمها الانصاف، والانصاف لا يكون الا بالموضوعيه. اديني بقى السؤال، رد على السؤال، هل يتعارض الحكم ده مع ماده 236 اللي قدامي دي؟ عشان في حاجات بسريعه وهرد عليك برضه وهوصل لك والله يا دكتور. عشان الوقت. حاضر اتفضل. يعني انت اتفضل. جاي على هنا ما انا يعني انت ما عرفتش واحد ساعات المستشار 10 مرات. لا يا سيدي اتفضل. استنى عليا بقى دي. اتفضل يا فندم. فما يباشره ليس عملا سياسيا. النقطة الثانية الإعلانات الدستورية، أنا واحد من الناس اللي هاجموا الإعلانات الدستورية في المجلس العسكري وقلت دي إعلانات بعد المجلس العسكري أي حد يقدر يشيلها. ورئيس الجمهورية القادم من باب أولى يجوز له أن يصدر إعلانات. نعم. لأن كافة الإعلانات بدءا من إعلان 30 مارس 2011 وما تلا ذلك من إعلانات كلها ما تساويش الحبر اللي كتبت بيه. هقول لسيادتك ليه؟ لأن لما عملنا في 19/3 استفتاء على تعديل نصوص دستور 71 صح؟ نعم. وحكاية نعم ولا. أنت عارف إن اللي قالوا نعم للاستفتاء ده يعني إيه؟ إحياء لدستور 71. لأن أنا موافق على تعديل نصوصه. يبقى معناها تجديد ثقة بباقي نصوص دستور 71. طب ما اللي قالوا لا عملوا كده برضه. لا دكتور والله الدكتور البرادعي بعد كده قال نرجع لدستور 71. اللي قالوا لا كانت فكرتهم احنا عايزين دستور جديد من مرة واحدة مش عايزين ترقيع. واللي قالوا نعم كان فكرهم انه تشكيل دستور جديد دي هتبقى وقت طويل واحنا عايزين نستقر ونخلص من وحاجات حد زي العسكر. نخلص نبني يعني بنص. فاذا هو 19/3 من يوم 20/3 اصبح دستور 71 نافذ بموجب الثقة التي نالها في استفتاء 19/3. ده معناها الدستور. ايه اللي حصل بقى؟ 30/3 رحنا راميين بقى الاستفتاء ومواده وكل ما ترتب عليه من اثار وعملنا حاجه جديده اسمها اعلان دستوري في 30/3. اللي بيحاول بقى يسحب الاستفتاء الشعبي على بعض المواد اللي تمت في 19/3 على ما تضمنه دستور 30/3 انه ده باستفتاء الشعب، اقول له لا، ده ان مصدر الاعلان الدستوري بتاع 30/3 هو اجراء اسمه اعلان دستوري في 30/3 منبت الصله عما جرى في 19/3. نعم. ودستور 71 استصحب معه معاني من دستور 64 واستصحب معاه معاني من دستور 56 نعم. ومن دستور 23. نعم. هل معنى ذلك ان انا اقول ما استصحبه هو مصدره هذه الدساتير ولا اقول دستور 71؟ اقول دستور 71. فاذا كان الاعلان الدستوري في 30/3 استصحب معه معاني قد تم الاستفتاء عليها في 30/3 لا يعني ذلك ان مصدرها 30/3 والاستفتاء، وانما مصدرها قصدي 19/3 والاستفتاء، وانما مصدرها 30/3. بالنسبه بقى لحكايه مجلس خلاص هعبر مجلس الشعب والقضي ببطلانه عشان ما نخشش فيه. نعم. نخش بقى على وبالمناسبه انا قانون الانتخابات انا مبسوط انه طعن عليه. نعم طبعا. لان في جزئيتين الحقيقه كنت بخشى جدا ان تعمل مجلس النواب الجديد ويقع تاني ويقع تاني المجلس. كنا ما اعرفش لماذا الاصرار كويس على جدا جدا انه تم دلوقتي عشان تحسم الامر، لان في خطا بعدم العرض على الدستوريه بعد ما ابدت ملاحظتها عشان يقول له انا خلصت صح ولا غلط. لان انا ممكن ابدي ملاحظاتي كدستوريه وانت تعمل شان اخر. شايفك ان في عناد في العمل في مش عناد. امال ايه بالظبط؟ لا ما انت خلاص عناد ممن في نصوص معينه يقصد من بقى الدكتور خالد يقصد من الدستوريه. لا انا فاهم في قصدي في عناد من اللي حطوا قوانين انتخابات انه ما عرضهاش على الدستوريه، فالدستوريه بتعتبر انه نوع من انواع العناد. كان فيها عناد فعلا وكان فيها اصرار غير مفهوم يعني. فعلا اذا كنا احنا بنشكو بعد الدستوريه ما انا هكملها قد سيادتك بس هكملها. الدستوريه انا ما يتسحبش مني الكاميرا بعد اذنك. انا حريف اعلام يعني. لا ماشي الفكره يعني. اتفضل. احنا مش في مباراه. لا انت في مباراه. بطرها لك شويه. لا ما يهمكش يا باشا. اتفضل يا فندم. الدستوريه
في الدستور لما نص في الماده 177 ايوه قال انه في قوانين الخاصه بمباشره الحقوق السياسيه وانتخابات الرئاسيه وانتخابات التشريعيه اللي هو النواب والشعب والمحليات، في رقابه سابقه ومفيش رقابه لاحقه. هي ماده فيها اربع فقرات. نعم. مفاهيمها كده سريعا، ان انا بعرض هذه ما استقر عليه مجلس النواب على محكمة وهو الدستور. دلوقتي الشورى قبل ما يجي النواب من مشروع قانون خلاص مبدئي موافقه مبدئيه، اعرض على الدستوريه. نعم. الدستوريه تيجي تدينا رايها، اعمل وفق رايها مقتضى قرارها. طيب النص ما حددش قال طب بعد ما اعمل مقتضى قرارها من وجهه نظر انا كتشريع اصدر بقى ارفع القانون لرئيس الجمهوريه يصدره ولا رجع تاني للدستوريه. هنا في قاعده تفسير المطلق يرد على اطلاقه اذا لم يجد ما يقيده، والعام يرد على عمومه اذا يجد ما يخصصه. طالما القانون لم يقيد يبقى اذا الاصل ان صاحب الرقابه السابقه يتابع تعليماته انها نفذت من عدم، وده ما تمش. لان وارد يا دكتور خالد ان انا ادي تعليمات كدستوريه، ادي ملاحظات، فيجي المجلس التشريعي مغرض ما نفذش وحاد. هل هذا يعتمد على ان الرقابه السابقه وما فيش لاحقه يبقى انا فرغت محتوى الرقابه السابقه ان لم يكن الكلمه العليا للدستوريه في اخر عمل بيتم في التشريع قبل اصدار رئيس الجمهوريه الى هذا القانون.